القفطان نوجده بأنه هو عالمي، ماهوش مختص بجهة فقط، لأنه مولود في أواسط آسيا، فلبسته كل سكان القارة الآسيوية زمان. هاد السكان هادو جلبوه إلى بلاد تسمى بتركمانستان اللي هي بلاد الأتراك، ثم لبسته القبائل التركية اللي اجتمعوا آنذاك وعملوا الدولة العثمانية، وداو معاهم هذا القفطان إلى عاصمة الدولة العثمانية اسطنبول أو اسطنبول. من اسطنبول هذا القفطان هذا مشى إلى كل إيالات الدولة العثمانية، بما فيها دمشق، بما فيها القاهرة، بما فيها ليبيا والجزائر، تونس، إلى حدود المغرب اللي ما دخلهاش الدولة العثمانية وقعدت يعني في حكم مستقل طول هذه الفترة. كان متواجد في الفترة العثمانية وحتى ما قبل الفترة العثمانية في المشرق، مثلا الفترة الأموية، الفترة العباسية، الفترة كذلك حتى الفرس، فكان عنده توسع كبير حتى في الأندلس. تاريخ لباس القفطان، لازم نعود للقفطان. القفطان قلت هو عبارة عن معطف طويل مفتوح في الأمام، عنده أزرار، يداه عنده اليدين طويلة عريضة، هو كذلك عريض. من القطيفة، أحيانا كان يصنع من الحرير أو الساتان، فيه تطريزات من سواء من الفتلة أو المجبود أو التطريز بالخيط. شكون اللي كان يلبس هذا النوع من الألبسة هما فقط الطبقة الحاكمة. القفطان الأصل تركي، يعني صراحة هو أصل قفطان تركي. كيف نعرف أنه فعلا هو من تركيا؟ ببساطة لما نتحدث عن عهد الدولة العثمانية، عهد السلاطين العثمانيين، أول عمل كانوا يقومون به أول ما جاءنا أول بيلرباي في مدينة الجزائر هو خير الدين بربروس، أعطاه السلطان سليم الأول القفطان، يعني رمز الخلافة العثمانية هي اللباس، وبالتالي فكان القفطان التركي ظاهرا وحاضرا، وكان من رموز يعني من رموز الحكم. فلما يكون القفطان يعطى إلى البيلرباي هذا دليل على أنه السلطان راضي على تلك الشخصية حتى يعطيه قفطان رمز الخلافة. أيضا نفس الشيء بالنسبة للداي البيلرباي أو الداي في وقت آخر، كان يقدم القفطان إلى أو القفاطين إلى البايات.